السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا من كل متابعين كنوز مملكتي. النهاردة يا حبايبي هنعمل مع بعض الطحينة الجميلة، وده طلب مني في القناة. أم مختار حبيبة قلبي طلبتها مني. هنعمل لك يا أم مختار انتي وكل متابعين كنوز مملكتي، هنعمل أجمل طحينة وأنضف طحينة وأرخص طحينة كمان. بصي بقى، معاكي كوباية سمسم او كوبايتين سمسم او 3 كوبايات سمسم حسب ما انت عايزة يا حبيبتي تعملي. المهم انا بعملك بالكوباية، فانا عملتلك كوباية واحدة بس سمسم. انا السمسم بتاعي دوت محمص، انا جايباه من عندي عطار محمص. لو انت حابة تجيبيه محمص، حابة تجيبيه ابيض ني، براحتك. هتحطي على الكوباية الواحدة، يعني اي كوباية سمسم هتحطي عليها نص كوباية دقيق ابيض. يعني كوباية السمسم هتاخد معاكي نص كوباية. طيب انا ليه حطيتهم في الطاسه كده يا ام سما؟ حطيتهم في الطاسه علشان انا هديهم تحميصه. تحميصه زي ما انت عارفه ان انا بحمص كل حاجه يا ام سما. طبعا انت عارفه ان احنا البهارات بتاعتنا كلها بنحمصها، اي حاجه بنحمصها ان شاء الله، حتى لو فلفل اسمر برضو انا بحمصه. انت فاهمه يا ام سما الموضوع دوت وعارفه تمام. هي ام سما ام مختار حبيبه قلبي، ربنا يا رب يخلي لك اولادك يا حبيبتي. احنا دلوقتي هنرفعها على النار وهنديها تحميصة شوية. الدقيق اهو بالسمسم زي ما قلتلك، عملتي كوباية سمسم هتحطي معاها نص كوباية دقيق ابيض. تمام تمام. حتى لو السمسم عندي متحمص لازم اديله التحميصة ديت علشان هو بيطلع ريحة جميلة قوي، وكمان بيبقى طعم الطحينة جميل خالص، يعني جميل جميل بجد. طيب تعالوا دلوقتي بعد ما هنديله التحميصة التمام بتاعته، هنسيبه ايه على الرخامة كده شوية علشان يهدى شوية، عشان اعرف اطحنه في مطحنة الخلاط. اهو كده انا اهو معايا اهو. كده انا بقلبه علشان هسيبه شوية كده بحيث ان هو يبرد علشان ادخله في المطحنة ويكون هادي كده اهوت، ويبقى تحميصته حلوة كده بإذن الرحمن الرحيم. هتاكلوه بالهنا والشفا يا حبيبة قلبي يا ام مختار. طحينة بقت غالية ومولعة نار فجأة كده. ايه الطحينة؟ ايه الطحينة ب100 جنيه؟ لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. يعني 100 جنيه بجد كتير قوي، يعني كتير قوي. ان وبعدين احنا يعني ما بيش هنستغنى عن الطحينة، والطحينة بالذات بتحطيها بالذات يعني في مع سمك، مع اكلات نواشف. والطحينه دي داخله في اكلاتنا كتير، فازاي ان انا يعني ما يبقاش موجوده عندي الطحينه وبالاسعار الرهيبه دي؟ ربنا يرحمنا برحمته يا رب. الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. كده السمسم معايا بالدقيق هدي. هو طبعا كان متحمص على النار فكان دافي، بس ما كانش ينفع ان احنا نطحنه وهو دافي. فكده انا هطحنهم هما كده، هياخدوا معايا العلبتين. احنا هنشوف مع بعض دلوقتي. بص هطحن العلبة دي ومعايا كمان نص كوباية زيت. نص كوباية زيت يعني الكوباية الواحدة كوباية سمسم، نص كوباية دقيق، نص كوباية زيت، وكمان هبقى ربع معلقة ملح. هنشوف اهو مع بعض اهو. كده هنطحن العلبة الأولانية، هما الكوباية والنص كوباية دقيق دول طلعوا لي علبتين. اللهم بارك. بصوا اهو. كده بقى تعالى بقى ايه، هركنها كده على جنب اهو، ونجيب شفشق الخلاط. هنعمل ايه؟ بصي بقى، هحط نص كوباية الزيت في شفشق الخلاط. ليه بقى يا ام مختار؟ علشان هروح اضرب الزيت لوحده بس. بصي ليه بقى هضرب الزيت لوحده؟ عشان انا لو حطيت السمسم المطحون بالدقيق، حطيت عليه الزيت وطحنته، لما تيجي تخلي الطحينة عندك في البطرمان هتحطيه في التلاجة، هتلاقي البطرمان معاكي الطحينة هتفصل منك بعد شوية. لكن بالطريقة دي الطحينة يا ام مختار مش هتفصل منك. بصي الزيت لما ضربته لوحده، بص بقى لونه عامل زي اللبن ازاي، ابيض ازاي. طيب هحط عليه علبة السمسم ديت، وهجيب كمان العلبة التانية هطحنها واحطها عليه، وهضربهم كلهم بقى مع بعض، مش هيفصل منك خالص بإذن الله.
يعني لما لقينا الطحينة وصلت ل100 جنيه يعني هتطلع تاني، فاعمليها في البيت. الدقيق غالي فعلا والسمسم غالي، بس مش هيكون يعني مش هتبقى في غلو ان الكيلو الطحينة ب100 جنيه، مش هتوصل لكده. يعني معاكي في البيت ارخص واوفر ان شاء الله، حتى لو هنوفر شوية. فانتي اولى بالحاجات بالشوية اللي هتوفريهم دول، مش كده برضو؟ كده يا حبيبتي. كده نضرب العلبة التانية، ضفناهم اهو في الخلاط على الاولانيين. وكده هنحط لهم ايه، ربع معلقة ملح ابيض. هنشوف كده مع بعض اهو، ربع معلقة كبيرة كده. يعني عشان ليه بقى الملح دوت بيخليها مظبوطة وبيديها، ودي مادة حافظة. يعني الملح دوت بيخلي طعمها مظبوط، كمان بتبقى مادة حافظة. الله 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 الله، بصوا بقى، بصوا الجمال، ايه الجمال ده، ايه الجمال ده بجد، ايه الجمال ده. يلا بقى نصبه في البطرمان. ما بتفصلش منك يا ام سما، الطريقة دي مش هتفصل منك، ما تستسهليش او ما حدش يستسهل في متابعين كنوز ويحطوا الدقيق والسمسم مع الزيت مرة واحدة. لا، اضربي الزيت الاول وبعد كده حطي الدقيق والسمسم. بسم الله ما شاء الله، بصوا الجمال. جميلة خالص، جميلة خالص خالص خالص. ايه رأيكم بقى يا حبايبي يا متابعين كنوز مملكتي؟ ايه رأيكم؟ بصوا بقى الجمال، مفيش بعد كده تاني. اللهم بارك. تعالوا بقى نشوفها بالمعلقة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا الجمال بقى، بصوا الجمال. تقدري بقى تحليها زي ما انت عايزة، تخففيها زي ما انت عايزة، ظبطيها بقى. عايزة تاكليها كده، عايزة تعمليها بقى زي ما انا بقى ما بعملها، بخففها بقى بالليمون والخل والثوم، وبتبقى بقى حاجة تانية براحتك، بس انا بشطشطها. كل واحد حر بقى اللي هو عايزه كده. لو انت جبت السمسم الابيض مش هيطلع معاكي كده. فيا رب تكون طريقتي عجبتك يا ام مختار، وعجبت كل متابعين حبايب كنوز. وان شاء الله استنوني في فيديوهات جميلة جدا وحاجات موفرة. وما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد. ودلوقتي يا حبايب كنوز استودعكم الله واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.